انطلقت من العاصمة السعودية الرياض حملة الأمل لإغاثة المتضررين من حرب ميليشيا الحوثي وصالح وإغاثة النازحين من المناطق التي تشهد مواجهات بين المقاومة والجيش الوطني وميليشيا الحوثي وصالح، وبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. ضمن المساعدات والمعونات الإنسانية التي يقدمها مركز الملك سلمان بن عبد العزيز للإغاثة والأعمال الإنسانية وتحت شعار نحو إنسانية بلا حدود، انطلقت من العاصمة السعودية الرياض حملة الأمل لإغاثة أبناء الشعب اليمني، وذلك باتجاه محافظات الجوف ومأرب وحضرموت، والتي تشهد مواجهات مسلحة بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني من جهة وميليشيات الحوثي وصالح وتنظيم القاعدة من جهة أخرى. في هذا اليوم نسعد بتدشين قافلة كبيرة إلى اليمن انفذاجا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، خصوصا على أبواب شهر رمضان المبارك جعله الله شهر خير وبركة على الجميع. هذه القافلة تشمل 70,000 سلة غذائية و100,000 وجبة كذلك غذائية، وسوف تتجه إلى كل من حضرموت والجوف ومأرب، وتحملها أكثر من 90 قافلة أو شاحنة، وكذلك وزنها أكثر من 1631 طن. هذه القافلة كذلك تمت بالتعاون مع مؤسسة محمد وعبد الله أسبيع الخيرية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لرفع وتخفيف معاناة الإخوة والأخوات في اليمن الشقيق. القائمون على حملة الإغاثة هذا أكدوا أن الهدف الرئيسي من هذه الحملة هو التخفيف من معاناة المتضررين من الحرب والنازحين، خاصة في ظل التصعيد الميداني الذي تشنه ميليشيا الحوثي وصالح على أبناء المحافظات. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حريص على كل مناطق ومحافظات اليمن. تعز نقوم الآن بتوزيع سلال غذائية من داخل تعز، ولدينا كذلك برامج أخرى خلال الأيام القادمة لتعم كل مناطق ومحافظات اليمن. توجيهات خادم الحرمين الشريفين أن نهتم برفع معاناة كل الشعب اليمني في كل أرجاء اليمن. ومع حلول شهر رمضان المبارك فإن الأعمال الإنسانية والإغاثية ومساعدة المحتاجين كانت هي أبرز الأولويات وما تسعى له المنظمات الإغاثية والإنسانية، وخاصة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. حملة الأمل لإغاثة أبناء الشعب اليمني والمقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تأتي في ظل ظروف صعبة تعيشها بلادنا، خاصة في ظل القصف العنيف والهمجي على أبناء مدينة تعز والمدن الأخرى من قبل ميليشيات الحوثي وصالح. ياسر هادي، قناة اليمن الفضائية من العاصمة السعودية الرياض. شكرا ياسر. إذا لم يتبقى بعد هذا التقرير سوى تذكير بأبرز ما جاء في هذه النشرة من أنباء.